ازيكم؟ عاملين ايه؟ النهارده هتكلم معاكم في موضوع جديد محدش اتكلم عنه قبل كده. وهيخليك يعني لو انت حد بتشتغل في الموبايل اب، او بتعمل كامبينز لابليكيشنز، فهو هينقلك من حد مجرد بتعمل كامبينز وبتشوف الداتا على سواء ام بي زي ادجاست، او سواء بتشوف الداتا من الداشبوردز الادز مانجرز، لحد هو عارف كل تفصيلة بتحصل بتحصل اليوزر بيعملها على الابليكيشن بتاعته، بالوقت وبالتاريخ وبالثانية وبكل حاجة هيكون عارفها، وكل اكتيفيتي بتحصل لليوزر هو هيكون عارفها، وعنده ريبورتس بيها يقدر يبني بقى كمية ريبورتس لا حدود لها يعني. فالنهاردة هتكلم عن الرو داتا. ايه هي الرو داتا؟ الرو داتا ببساطة كده هي داتا بنقدر نجيبها من الام ام بي بتاعنا لكل اكتيفيتي العميل بتاعنا بيعملها على الابلكيشن بتاعنا. يعني من اول الامبريشن لاي ايفنت بيحصل للكليكس لاي حاجه، بالظبط لاي حاجه بتحصل انت بتقدر تشوفها في شيت وتقدر تعمل عليها الريبورتس اللي انت عايزها. انت في ادجاست بتخش بيوريك اجريجيتد داتا. يعني ايه؟ يعني الكامبين عملت كام انستول، الشانل جابت كام انستولز وكام بيرشيس. انما في الرو داتا انت بتشوف كل يوزر جه من اني كامبين، جه امتى، حصل له ري اتريبيوشن امتى، عمل الايفنت الساعه كام، عمل ايفنت تاني الساعه كام، اشترى الساعه كام. فبيبقى عندك رحله العميل كلها. الداتا بيكون شكلها عامل ازاي؟ بتكون حاجه شبه كده، بتشوف فيها دي كده، دي كل الاكتيفيتيز اللي بتحصل من اول امبريشن ايفنتس، من كل الاكتيفيتيز اللي بتحصل. وبتشوف نوع الايفنتس. مثلا احنا لو جبنا مثلا شفنا ايفنتس، هتلاقي مثلا هنا في عندك كولوم اسمه ايفنت نيم. خلينا نجيبه ايفنت نيم. ايوه، خلينا نسيرش هنا. ايوه، ايفنت نيم. بتختار فيه، بيوريك هنا نوع الايفنت اللي اليوزر عمله، بتعرف حتى عمله الساعة كام، created at. تقدر تعرف created at الساعة كام. طبعا كمية كولومز بقى مش طبيعية، انت بتعرف كل حاجة عن اليوزر. نرجع تاني نشوف الايفنت. ايوه، ايفنت، شوف created at، بتشوف كل حاجة عن الايفنت ده. سواء كان جاي من انستول من اتريبيوشن او جاي من ري اتريبيوشن. كل الداتا اللي تتخيلها ولا تتخيلها تقدر تطلعها من الريبورت ده. وطبعا تقدر تعمل بيه كمية اناليسز انت مش متخيلها علشان تفهم اليوزر بتاعك. طيب ازاي بقى نوصل للريبورت ده؟ هو ده اللي هتكلم معاكم فيه النهارده. اول حاجه، زي ما قلت، انت في ادجاست او في اي ام ام بي انت بتشوف اجريجيتد داتا. يعني بتشوف كل كامبين، كل تشانل، الاكتيفيتيز، الايفنتس اللي حصلت منها قد ايه، الصرف بتاعها قد ايه. انما في الرو داتا انت كل اكتيفيتي بتكون عباره عن رو، بتعرف اسم اليوزر، بتعرف الاي دي بتاع اليوزر، بتعرف الاو اس فيرجن بتاعه، بتعرف كل حاجه عن اليوزر. الاكتيفيتي دي يعني اللي حصلت كل حاجه عنها، حصلت امتى، حصلت من يوزر عمل انستول الساعه كام، حصلت من يوزر عمل انستول ولا ري انستول، حصلت فتره الاتريبيوشن ولا فتره الري اتريبيوشن. فانت بيكون عندك كل اكتيفيتي بتعرف عنها كل حاجة، الفاليو بتاعتها لو هي ليها فاليو، كل حاجة بتقدر تعرفها عنها. خلينا زي ما بقولك ال ام بي او الداشبوردز، الادز مانجر الداشبوردز بيديك اجريجيتد داتا، 1000 انستولز، 200 ساين اب، 50 بيرشيس. انما في الرو داتا انت بتشوف اليوزر عمل انستول الساعه كام من كامبين ايه، بعديها بوقت قد ايه عمل ساين اب، بعديها بوقت قد ايه اشترى، وال الفاليو بتاعت الشراء دي كانت قد ايه. فانت بيكون عندك ليفل اوف داتا مرعب انت لا تتخيله يعني. طيب، ايه اهمية الرو داتا؟ بتنقسم كده اهميتها لثلاث حاجات. اول حاجة، موضوع ان انا اعمل ريكونسيليشن مع الباك اند داتا بتاعتي. ان انا دلوقتي عندي داتا بتيجي على الام ام بي، وداتا بتيجي في الباك اند بتاعي. فانا دلوقتي ناس كتير بتلاقي ان ادجاست بيديها ارقام، والارقام اللي موجوده على الباك اند بتاعتي مختلفه.
انت عن طريق الرو داتا دي تقدر تعمل ريكونسيليشن، يوري لك فين الغلط بالظبط، ويوري لك كل حاجه انت تتخيلها ولا تتخيلها. لو في ايفنتس مش بتسمع، لو في دوبليكيشن، كل حاجه بتشوفها. طبعا برضو ريكونسيليشن للريفينيو، دي كل حاجه. دي اول حاجه. تاني حاجه، هيساعدك تعمل جروث ريبورتس مرعبه، زي انك تعمل فانلز اللي مثلا عايز تاخد مجموعه معينه من اليوزرز، عايز تشوف البيهيفير بتاعهم عامل ازاي على الابليكيشن، تعمل كوهورت اناليسيز، تعمل ريتنشن اناليسيز، تشوف اليوزرز اللي بينستولوا عندك في شهر معين، الشهر اللي بعديه بيعملوا ايه، او مثلا بعديها ب7 ايام بيعملوا ايه. تقدر تحسب ال LTV بتاعك بدقة، الباي باك، تعرف انت اليوزر اللي بتجيبه بكاك 200 300 بيرجع لك الكاك ده بعد قد ايه. فطبعا جروث ديبس او جروث اناليسيز مرعبة تقدر تعملها. اخر حاجة بيكون عندك اونر شيب على الداتا. انت بدل ما بتكون ملتزم بالداشبوردز او بالريبورتس اللي موجوده في الام ام بي اللي انت شغال عليها، انت بيكون عندك كل الداتا، وتقدر تعمل بقى كميه ريبورتات او تخزن الداتا عندك في وير هاوس. فتقدر يعني لو عايز تستخدمها في هيستوري، يبقى عندك هيستوري داتا انت مخزنها لليوزرز بتاعتك، علشان الام ام بي مثلا لو انت لغيت الاشتراك او الام ام بي مش بيفضل مسجل الداتا، بتتمسح تقريبا كل 6 شهور او كل سنة. فانت بيكون عندك الداتا دي كلها متخزنة. انواع الداتا اللي بتشوفها من اول بقى الاكوزيشن، زي الايفنتس والامبريشن والكليكس، كل الحاجات اللي ليها علاقه بالاكوزيشن. بتشوف الانجيجمنتس، بتشوف السيشنز اللي حصلت جوه اللي اليوزر عملها في الاكتيفيتي دي. لو في ايفنتس معين، ان اب ايفنتس، بتشوف الفاليو الريفينيو اللي جت، السبسكريبشن الريفينيو بتاعته عامله قد ازاي، الريفينيو او الرو از العائد على السبند. بتشوف الري اتريبيوشن بتاع اليوزر، بتشوف الان انستول حصل امتى، بتشوف الري انستول حصل امتى، بتشوف كل برضو الداتا بتاعت السكان اللي بتيجي من السكان، بتبقى عندك واضحة. برضو الداتا اللي بتبعتها قبل ل ادجست، فبتبقى عندك واضحة. وبتشوف طبعا اليوزر داتا، يعني اليوزر اي دي، الاي دي اف اي، الديفايس اي دي، الاي دي اف في. بيكون عندك كل الاي ديز بتاعه اليوزر عشان تقدر تعمل او يكون عندك فيو لكل يوزر لوحده. طيب بتحصل بقى ازاي القصة دي؟ بتحصل عن طريق ان انت بتربط ما بين 3 حاجات، ما بين adjust او الام ام بي بتاعك، وبتحتاج سيرفر يستقبل الداتا دي علشان تكون مجمعة في مكان معين. واخر حاجة بتستخدم كلود علشان الداتا دي او الشيتس دي كلها بتكون شيتس كبيرة جدا، فبتخلي كلود تطلب منه الاناليسز اللي انت عايزه، الريبورت اللي انت عايزه، فانل ريبورت بقى، كوهورت اناليسز ريبورت، يطلع لك من الشيت ده اللي انت عايزه يوزر معين، او اليوزرز اللي مثلا جايين من شانلز معينه، عايز تعرف هما الان انستول بتاعهم نسبته عامله ازاي. اي سؤال ممكن تساله الكلود وهو بيخش يبص على الداتا دي ويجيب لك الحاجه اللي انت عايزها. طيب خلينا نعرف بقى ازاي بنعمل ده من adjust. اولا بص، انت في adjust بتروح على انت داخل اكونت adjust عادي، بتروح على حاجه اسمها اب فيو، كده بتخش على الاب بتاعك، بعد كده بتخش على داتا مانجمنت، بعد كده بتخش على كلاود ستورج ابلود. بتيجي تعمل هنا كونفيجر، هنا طبعا الكونفيجريشن معمول، ما بيكونش عندك كل الكلام ده، بيكون عندك فاضي. فبتختار انسب، لو انت لسه مبتدئ في القصه دي، او انسب حاجه تربط بيها، هو عن طريق جوجل كلاود ستورج، لان هي سهله، الانتجريشن بتاعها سهله. بتختار اسم الباكت، وهعرفك يعني ايه اسم الباكت ده، بتستفاد منه ايه. وبتختار ايه التريجرز اللي انت عايز تبعتها. طبعا بتلاقي التريجرز كلها هنا موجوده، انت بس بتعلم عليها، بتسلكت اول. كل انت طبعا عايز تشوف كل حاجه عن اليوزرز، بالايفنتس، بالان انستول، بالاتريبيوشن، بري اتريبيوشن.
بعد كده بتختار الداتا، شكل الكولومز هتكون عامله ازاي. طبعا برضو بتختار هنا بليس هولدر، وهنا بيبان لك كل الكولومز اللي موجوده ينفع تتبعت. فانت طبعا يعني لو عندك اختيارات معينه بتختارها، او بتختار كل حاجه. يعني مثلا هنا اليوزر داتا بيعرفك كل حاجه عن اليوزر، علشان لو انت عايز تعمل سيجمنتيشن او عايز تعمل يوزر فيو اناليسيز، فبيكون عندك كل حاجه عن اليوزر اللي تقدر تفرق بيها كل يوزر عن التاني. فهنا بتختار له كل الكولومز اللي بيتبعتوا في السي اس في، وبتعمل سيف اند ابلاي. بتطلب بقى من الديفلوبر بتاعك يسطب لك حاجه اسمها بروجكت على جوجل كلاود ستورج. والبروجكت ده بيكون جواه حاجه اسمها باكيتس. الباكيتس دي اللي قلت لك هعرفها لك هنا، بتيجي تسميها باسم الباكت اللي انت سميته هنا ونيس ادجست رو داتا. دي الاحسن تطلب من الديفلوبر بتاعك يعملها، مش تاخد وقت. وهو بيكون تقريبا في فيز بتدفع على السيرفر ده، بس بيكون حاجات بسيطة يعني. والباكت ده بتكون عندك هنا، وادجست بيعرف من اسم الباكت نيم هنا، اسم الباكت، وبيبعت عليها ال الداتا يعني، او السي اس فيز كل ساعه. فكل ساعه بيجي لك الداتا بتاعتها، الداتا بتاعت اليوزرز عندك على الابليكيشن. بتخش على كلاود ستورج، هنا بتلاقي هنا بتخش تجيب هنا كلاود ستورج، وهنا بتجيب باكيتس، بيظهر لك الباكيتس اللي موجوده كلها، وده الباكيتس الجديد اللي تعمله. بتخش هنا بتلاقي بقى كل السي اس في بتتباعت كل ساعه. يعني بص لو بصينا هنلاقي رتبنا بالديت، هنلاقي اللي اتبعت النهاردة. النهاردة يوم 21، هتلاقي اهو كل ساعة بيتبعت سي اس في جديد. فدي مهمة جدا لو عايز تنزل السي اس في. هو دي بقى اللي احنا شفناها في الاخر، بتعمله داونلود من هنا، وبيكون المنظر زي ما انت شايف كده. طبعا بتطلب منه، لان انت طبعا كل ساعة دي صعب ان انت تتعامل معاها، فانت بتطلب من الديفلوبر ان هو يعمل يعني حاجة اسمها في البيج كويري. هنا حاجة البيج كويري، يعمل لك كويري علشان تاخد الشيتس دي ويجمعها، بحيث انها تنزل يا اما بشكل ديلي او بشكل ويكلي، علشان انت تقدر تنزلها وتتعامل عليها وتعمل عليها اناليسز اللي انت عايزها. فهتلاقي لو مجرد بس ما يعمل لك هنا، هتلاقي ان انت عندك بتقدر تنزل الشيت بشكل اسبوعي او بشكل يومي، وبيكون فيه الداتا بالمنظر اللي انا موريهولك ده. طبعا لو انت ما فيش ديفلوبر وعايز تعمل انت القصة دي لوحدك، الموضوع يعني مش معقد. يعني هيحتاج بس منك شوية ايفورت، وانا هسيب لك في في الديسكريبشن فايل بيشرح لك ازاي تعمل القصة دي لوحدك من جوجل كلاود ستورج. تمام كده خلصنا. هتلاقي هنا مثلا لما يعمل لك الكويري، هتلاقي هنا في باكت تانية بيتجمع فيها الداتا بشكل اسبوعي، فبتنزلها وبيكون عندك الشيتس بيظهر بالمنظر ده. بس كده ده شكلها يعني، او شكل الانتجريشن بيكون عامل ازاي. بعد كده بقى اليوز كيسز بقى اللي موجوده تقدر تعملها عليها كتير جدا. تقدر تعمل ديلي فانل يعني انت، او ويكلي فانل لو عايز تشوف. لو انت مثلا عندك فيتشر جديده حطيتها على الابليكيشن، او لو في غيرت الهوم بيج وعايز تشوف الناس اللي دخلوا على الهوم بيج الجديده الفانلنج بتاعهم عامل ازاي مقارنه بالناس اللي بيخشوا على اللاندنج بيج القديمه او الهوم بيج القديمه. لو عايز تعرف تعمل اكوزيشن كواليتي، لو عايز تتاكد ان اليوزرز اللي انت بيجوا لك يعني من الكامبينز، الرقم، الناس دي بتدفع فعلا ريفينيو معين، لان هو في ادجاست بيقول لك انت صرفت قد ايه، والافريج اوردر بالفاليو يعني بيحسبوا لك الريفينيو كله على اليوزرز. فانت هنا تقدر تشوف بقى كل يوزر جاب ريفينيو قد ايه، مش بشكل اجريجيتد كده. فبحيث مثلا لو انت مثلا ممكن تلاقي ان في تشانل مثلا بتجيب لك يوزر بيدفعوا كتير قوي، عدد مثلا جاب لك 2 او 3 يوزر الاوردر فاليو بتاعهم كبير قوي، في مقابل ان باقي اليوزر بيدفعوا فاليو قليله قوي. فانت لما تيجي تبص في الاجريجيتد ريبورت، هتلاقي ان هو بيقسم ده على ده، فهيطلع لك ان الفاليو قليله، في حين ان انت ممكن تلاقي ان في يوزرز عندك لا بيدفعوا كتير جدا،
من التشانل دي. تعمل ريفينيو كونسيليشن ما بين الباك اند وما بين الادجست عندك، تشوف الرقم مظبوط ولا لا. تعمل تراكنج كيو اي، تتاكد ان الارقام اللي بتيجي على الادز مانجرز دي صح، حقيقيه، بتسمع. السكان نتورك مثلا ارقامه بيجيب لك ان في تشانل معينه هي اللي فعلا بتجيب البيرشيسز ولا لا. تعمل كوهورت اناليسيز، تعمل ريتنشن اناليسيز. تعمل حاجه مهمه جدا ان انت تعرف التايم تو بيرشيس من لما بينستول لحد ما بيشتري. انت عندك هو بينستول امتى، تقدر تعرف انت معدل اليوزر عندك بعد الانستول بيشتري في وقت قد ايه، بالدقيقة او بالثانية كمان. تقدر تعرف مثلا الان انستول ريشيو عندك عامل ازاي لكل تشانل، فهكذا. يعني انت بس مجرد ما بتطلع التيبل بتربطه بقى بكلود. هنا زي ما قلت لك هتطلب بس من الديفلوبر او المطور يعني، او ممكن برضو تعملها بكلود عادي، يعمل لك بيج كويري علشان يخلي لك الداتا بتيجي لك بشكل ديلي او بشكل ويكلي. خلاص عندك بقى ريبورت، تقدر تكونكت الاكسل شيت ده او الشيت ده بكلود، وتطلب بقى من كلود يطلع لك بقى الريبورت اللي انت عايزه من اليوز كيسز اللي انا كلمتك عليها دي، واللي هي لا حصر لها بقى. انت اي سؤال في دماغك حرفيا انت بيجي لك يعني، تقدر تسأل عليه كلود وهو هيطلعها لك من الداتا دي. فبس كده حبيت اتكلم معاكم في الموضوع ده عشان ناس كتير او او محدش يعني اتكلم عنه. هو موضوع مهم جدا وهيساعدك تجاوب على اسئلة كتير انت ما بتبقاش قادر تحددها يعني من مجرد انك بتبص على adjust. فأتمنى الفيديو يكون مفيد ليكو، وأتمنى لو حد عنده أسئلة يبعت يسألني وأنا هجاوب على طول إن شاء الله. شكرا ليكم.